انسي بقى السلق والشوي، اعمليها بالطريقه دي هتدعي لي حاجه كده قمر. حتى لو محدش بياكلها عندك هياكلوها. قطعتها كده مكعبات في طاجن فخار او اي صينيه، معلقه سمنه بلدي كبيره مع 3 معالق زيت كبار، وبعدين كده الطاجن بيه وننزل كده بحوالي 4 بصلات كبار، هي بتحب البصل الكتير، وننزل بمكعبات اللحمه وكمان شويه كزبره على بقدونس، يا سلام بقى، ومعلقه كبيره من السماق اللي هو ده، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره بهارات لحمه، ربع معلقه صغيره فلفل اسود مكعب ماجي، معلقه صغيره من الملح. ندعك كل ده مع بعضه، وفلفل بقى بارد او حامي انا حاطه بارد. هدعك كل ده مع بعضه، قرنين فلفل كده، ده فلفل بارد عشان يبقى مسكر كده طعمه حلو، واقفلها كده بورق زبده، ورقتين فويل كده من فوق، لو عندك غطا يكون افضل بحيث نكتم البخار، تستوي كده على البخار. هتقعد كده في الفرن حوالي ساعتين على اول نص ساعه درجه حراره عاليه، وبعد كده هدي النار خليها وسط على شبكه الفرن في الرف الاوسط، تاخد بالظبط ساعتين. بتبقى دايبه، عايزه اقول لكم بتبقى ملبن. عايزه تضيفي لها مكعبات طماطم براحتك، يعني تزودي الكميه بطماطم برضو براحتك، لكن انا حباها بالطريقه دي، بحبها جدا. تزودي كده كميه البصل مع شويه الكزبره والبقدونس والبهارات، حاجه كده اللهم بارك زي العسل، جنب شويه رز ابيض، بالف هنا وشفا.